اجمل ناس في الدنيا يا جدعان، وحشني يا ابن خالتي. النهارده انا جايب لك مفاجأة ضرب نار من العيار، وكل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا جدعان. النهارده جايب لك فيديو انا وابن خالتي اكتشفنا كنز في الترعه اللي ورا بيتنا. على طول كنا ننزل يا باشا جايين نصطاد قرموط، لقينا كنز بالصدفه واحنا رزقنا في رجلينا بالصلاه على النبي كده. ويعني انا عايز بس اوجه رساله للشخص اللي بيشتمني انا وحنان في قلب الكومنتات، بيقول لي كتكنيله انت وحنان. طب ايه يا حنان عملت لك حاجه يا اخويا؟ عملت لك حاجه؟ هو انت عشان ما عندكش حنان في حياتك فجاه تشتم حنان بتاعتي؟ يا خول عليك ايه بس. معلش يا حنان، بوجه لك رسالة، بحبك يا حنان، وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليك ان شاء الله. ويلا يا جدعان عشان النهاردة الفيديو بتاعنا النهاردة ضرب نار. وبحبك يا حنان، وهنتجوز في الفيديو ده ان شاء الله. النهاردة هنكتشف مغارة علي بابا بالصلاة على النبي كده. نبدأ كده يا باشا، كده انا وابن خالتي كده ندحرج كده يا باشا خزنة كده من المية. سبحان الله، بص يعني رزقنا في رجلينا زي ما قلت لك، خزنتين زي القمر كده بالصلاة على النبي. تمام ان شاء الله خير. هجوزك يا حنان، وهجيب لك احلى هدية في الدنيا كلها بمناسبة العيد الصغير. زق كده يا معلم كده، ودحرج كده بالصلاة على النبي. رشها مية، رشها عشان المية رزق. المية رزق بس اللي بيفهم الكلام ده. زق كده يا معلم. نبدأ بقى بالكبيرة ولا الصغيرة؟ يا سلام. بص أنا مشتاق وبص كده نفسي أعرف إيه اللي جواه. تمام. وكسر كده يا معلم كده، وأكل يا باشا الأكنة والشاكوش بتاعك كده والصاروخ يا معلم كده بالصلاة على النبي. وكسر ودغدغ كده. بص أنا عايز مزيكا، أنا عايز سيمفونية وأنت بتكسر كده وبتخرم يا باشا. إيه بقى هتعمل إيه ده إن شاء الله؟ صلصال ده ولا إيه؟ إيه يا اسطى في إيه؟ انت هترسم يا اسطى ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا جدعان. ايوه طب وبعدين؟ انت هتلونها طيب ولا ايه؟ طب انت عايز انت ايه يا اسطى؟ ده لانشون، ده بتقطع لانشون؟ يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ اللي عرفنا كتبنا بقلب الكومنتات. ويا جدعان كده بمناسبه الكلام الحلو ده، ده شكله ايه يا اسطى؟ انت هتعمل تورت ولا ايه؟ مش فاهم. ده هيولع. شكله هيولع فيها. ايه اللعب؟ ما عملش حاجه يا ابن العبيط. ما عملش حاجه برضه. ايوه ده اسمه ايه ده؟ مش فاهم. ده انت بتخرمها يعني ولا بتعمل ايه؟ ما احنا يا جدعان اللي فاهم يفهمنا، مش احنا مش فاهمين بصراحة. ايوه. لا 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 لا. شفت يا جدعان الحركة؟ بيعمل اماكن المفاتيح عشان يفتحها. يا ابن اللعيبة. بص يلعب ده، جاب لك بقى يا باشا طاسة كده بالصلاة على النبي. وجاب لك كام قطعة كده ايه، نحاس معدن. تمام. ويبدأ يسيحهم بقى بالصلاة على النبي، ويصبهم فين بقى؟ في أماكن المفاتيح. ويحطها في قلب البتاع عشان يفتح. تمام. لا 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 لا، ده خطر فكرة ما جاتش في دماغي أصلا. تمام. بس روعة. قطع كده يا معلم كده، وطلعني كده بالصلاة على النبي. العب يا باشا كده، وإن شاء الله فتحة خير بأمر الله. إن شاء الله بأمر الله. هنفتح النهاردة مغارة علي بابا، كل اللي نفسه فيه. بص هديكوا عادية من هنا للسنة الجاية. يلا بس ادعوا لنا بس كده ان شاء الله بالتسهيل كده يا باشا، وكسر كده. شكلها الفكره من ايه، ما نجحتش فكره المفاتيح دي، ما نجحتش. طب انت يا اسطى معاك اجنه يا اسطى؟ خش يا اسطى بالمرزات يا اسطى وكسر يا اسطى. يعني ناقصه فقاقه هي. نعم، ليه بتشغل دماغك هي ليه؟ قطع كده يا عمنا كده. بص انا عايزك تكسر كل الصواميل دي. بص دغدغ. طلع يا معلم بالصلاة على النبي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايه اللعب؟ شكلها فتحة خير علينا بأمر الله إن شاء الله. يعني بص خير. حلوة الشنطة السونسونايت دي. اه. وايه كمان؟ البس يا اسطى كده عشان البصمات. يعني انت لابس لي جوند وجوند مخروم. طب والايد التانية طب ايه؟ ملهاش بصمات؟ مش عايز، شكله مش عايز ايديه تتبل عشان المية اللي فيها. لا ذكي بصراحة. فكرني بابن خالتي كده بالظبط. ما شاء الله. انتوا رابطين الفلوس في اكياس؟ دي مش ده خلاص، دي كده مع السلامة، دي باظت كده يا معلم كده. انتوا ليه مستهونين لي كده بالدولار؟ مش فاهم انا. يا اسطى افتحها بالراحة يا اسطى عشان عايز اديها لحنان يا اسطى الشنطة دي. يا اسطى بقول لك بالراحة، ما تغشمش عليها هتقطعها يا اسطى. يا اسطى الغشامة اللي في دم امك دي مش هتبطلها. ودي يا عمنا بالصلاة على النبي. العب خش على اليورو والاسترليني بالصلاة على النبي.
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، لا 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 لا، ما اتفقناش على كده يا ابن خالتي. ايه ده سلاح؟ مالناش في السلاح يا عم الحاج، ده بصمات يا باشا. انت ليه عايز توديني في ده؟ ليه مصر تودينا في ده؟ ليه؟ العب يا باشا، قطع كده يا باشا ودلع الحلو او حلو السكينه اللي معاك دي. انت فرتكت الشنطه. معلش يا حنان بقى، نحاول نجيب لك شنطه غيرها، هنعمل ايه طيب؟ كسر كده يا معلم كده ودغدغ كده وطلعنا كده بالصلاة على النبي. صلى على النبي يا صاحبي كده في قلب الكومنتات وقول لنا لو انت لقيت الكنز ده كده هتعمل بيه ايه. عايز كده تفاعل ضرب نار. حسسوني ان انا موجود معاكم، حسسوني انتوا اللي انتوا لو لقيتوا حاجه زي كده هتعملوا ايه. قول لي كده. فاكرين كده، فاكرين فطين كان سامح حسين كده لما لقى شنطه كده فيها فلوس وراح حطها في قلب البلكونه، المعيز بدأت تاكل الدولار. قال لها انت كلتي نص عمري. ايه يا اسطى الشنطه دي؟ يا اسطى انا اللي مزعلني كله اللي انتوا رابطين الفلوس باكياس بلاستيك. ليه؟ مش فاهم انا. ليه؟ العب شنطتين بالصلاة على النبي حلوة بقى، واحدة بقى لسماح بقى، واحدة لأخت سماح. يا حنان، اسم حنان مش سماح يا جدعان، هتخسرونا ليه؟ هتخسرونا ليه حنان يا جدعان؟ العب سبيكة دهب دي 1000 كيلو دي. 1000 كيلو بالصلاة على النبي تعمل لك 300 ألف جنيه كده، بص مصري على طول. ده الدهب في مصر الجرام ال24 عامل 4500. العب حلو التليفون ده، حلو النوكيا ده جميل شغال برضه. يفتح كده الشنطة كده يا معلم كده والصلاة على النبي، وورينا ان شاء الله. انا بص انا متبشر خير. ان شاء الله هنجيب العربية. تمام يا اسطى، انت بتقطع ليه يا اسطى؟ يا اسطى انت ليه بتحزننا ليه يا اسطى على نفسينا يا اسطى؟ ليه؟ ليه بتاخد ليه الامل ليه من جواي؟ خش على الفلوس، خش على الفلوس بالصلاة على النبي. مقفلين بص، مقفلين الفلوس كده ولكنها ايه؟ ولكنها اكياس بسكوت بالصلاة على النبي. العب يا معلم العب. بس السر هنا ايه اللي خلى الراجل يرمي الخزنة دي جوه المية؟ ايه السر هنا؟ انا عايزين بقى، عايزين الناس بتوع مفتش كونان دول، تمام، الناس اللي دماغها ايه، تحب الجرايم دي، تكتب في قلب الكومنتات ليه. ايه السر؟ ايه اللي خلاه يرمي الخزنة دي في عمق اعماق المية؟ وهو ده مسدس تاني ده يثبت الجريمة، والمعلم ماسك المسدس وبيعمر، يعني بصماته على المسدس ابن العبيطة، يعني ما بيفكرش. الناس يا جدعان اللي لها في الجرائم تكتب في قلب الكومنتات ايه السبب او التوقع اللي خلاه يرمي الخزنة في قلب المية. هل مثلا جريمة قتل؟ العب. بص يعني الناس دي مستهونة جدا، حط لك السبايك الذهب، تمام، في قلب اكياس. اللي خلاهم يحطوا الدولار في قلب اكياس مش اللي خلاه يحط الخزنة في المية، مش هيحط الذهب في قلب اكياس. خش يا معلم على الخزنة التانية عشان دي بقى، دي هتخليني نجيب صور تاني بإذن الله. إن شاء الله كده توقعي فيها هتبقى فيها ألماظ وياقوت. تمام، ألماظ وياقوت. وإيه تاني؟ وإيه بقى؟ ممكن تبقى فيها مسدس، ممكن. افتح كده يا معلم بالصلاة على النبي. طلع فيها رملة بالصلاة على النبي. توقعنا طلع زفت خالص. إيه يا اسطى في انت لسه حابين امل يا اسطى مننا يا اسطى؟ ما تزق يا اسطى، زق يا اسطى، انت عايز محلول عصب ولا ايه بالصلاة على النبي؟ زق كده يا معلم وافتح كده يا معلم. انا متفائل، انا حاسس ان الشنطه دي هي هتغير حياتي كلها وحياه البت حنان والبت وفاء. افتح يا معلم كده وقطع كده يا معلم بالصاروخ بتاعك كده بالصلاه على النبي كده. اسحب كده يا معلم ودي على طول كسر. انت اصلا مش انت معاك هيلتي يا اسطى؟ خش يا اسطى بالهيلتي يا اسطى، خش بالاجنه. اديها طلقتين في دماغها يا اسطى، ريح الكلام. افتح يا معلم كده. ودي يا عمنا، ودي يا ابن خالتي، ودي يا اسطى، اللهم صل على النبي عليك. ودي وكسر، وخلي بالك من صباعك، انت مرة فاتت قطعت لي صباعك. خلي بالك، ايوه بشويش علينا بقى، الله يرتاح عليك كده عشان احنا استوينا. هو ده دهب طيب ده ولا ده رملة ولا ده ايه؟ مش فاهم بصراحة. انا حاسس اللي احنا يعني بص هناخد على قفانا في الخزنة دي بصراحة يعني. بس احنا كده بالصراحة انا بحكي كده احنا لمينا في اهو فوق ال50,000 دولار يعني. يعني اضرب 50,000 دولار في 50 بالصلاة على النبي هيديك رقم حلو كده. ناس كده ايه تضرب الرقم وتكتبها في قلب الكومنتات. قطع كده يا اسطى، انت خرمتها على فكرة، ولحد دلوقتي احنا لسه موصلناش للكنز اللي جواه. انتوا حاطين خزنة جوه خزنة.
ايه شغل الالغاز ده؟ ايه يا اسطى في إيه؟ طب انت عامل فيها شغل الغاز، طب انت ليه راميها ليه في الميه؟ ليه راميها ليه في عرض البحر يعني؟ ليه؟ انت بتحرق دمنا ولا بتصعبها على اللي هيلاقيها؟ قطع يا اسطى، قطع يا اسطى، بس خلي بالك الله يرضى عليك. قطع، انت خرمتها، انت بوظتها خالص. احنا لو فكرنا نعملها خزنة تاني خلاص دي هتتباع خردة، دي كيلو ب5 جنيه. ودي يا عمنا، ودي يا اسطى، قطع يا اسطى، ودي يا اسطى. مش عايز تستعين يا اسطى بصديق؟ انا حاسس التقطيع ده هيبوظ اللي جواها، مش عارف ليه. حاسس ان احنا هنفتحها هنلاقيها عبارة عن، يعني بص، ورق مقطع خلاص، مفيش خلاص كله اتفرد. ما الشرارة ديت مع الورق، تمام، او مع حاجة بلاستيك هتعمل اشتعال، فاللي جوه هيتحرق، فاحنا كده ما استفدناش حاجة، احنا كده هنحرق دمنا على الفاضي. انت بتاخد مني الامل يا ابن خالتي، بس ده اللي انت بتعمله في الحياة. يا رب نفتحها ما نلاقيش جواها رملة، عشان بعد كده هيبقى فيها كلام تاني بصراحة. يفتح يا اسطى، يفتح يا اسطى كده وبشويش، الله يرضى عليك يا اسطى. يفتح يا معلم كده، الله يرضى عليك. اهو الامل، اهو الامل بيظهر اهو. هو ايه موضوع الشنط؟ هو انا ايه في معرض شنط ولا ايه؟ مش كده، انا حاسس ان انا واقف في محل جزم. ايه يا اسطى، ايه ده 4 شنط دي ولا ايه؟ يلا حلوه الشنطه البيضه دي. في شنطه بيضه اتقطعت، شنطه بيضه، وفي شنطه سودة. الله يرضى عليك يا ابن خالتي، بلاش تسحب الامل مننا. الكوينات الصغيره ديت، عارف بتفكرني بكوينات ايه؟ بتفكرني بالكوين اللي بيتلعب في القمار. فاهم انت؟ يقول لك مثلا ايوه، هي هي يا معلم، مش عارف الواحده تقريبا، الواحده بتبقى عامله زي البيتكوين كده. كل واحده كده متسعره بفلوس، ب5 دولار، 10 دولار، 100 دولار، يعني مثلا 10 تبقى 1000 دولار. افتح يا اسطى، انت ليه بتفشخ ليه الشنط؟ يعني انت ايه مشكلتك مع الشنط؟ هي امك زمان كانت بتديك بالحزام بتاع الشنطه على دماغك ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. ده اللي عصر الشنط دي حاططها، حاطه زفت خالص. افتح انا بقى الامل كده شويه، بقى شويه فلوس كده يا راجل، واحد يا راجل بيشوف الفلوس كده بينسى الدنيا باللي فيها. وادي يا اسطى كام عملة بيتكوين كده يا اسطى. يلا يا اسطى كده دلعنا كده، عشان عايزين ناخد الفلوس دي يا اسطى نروح نتجوز البنت حنان بقى، بس صلى على النبي. ابوها قايل لي انا عايز مهر 100,000 جنيه. مش عارف ليه 100، ليه بنته ب4 عيون ولا ايه؟ مش فاهم. يا حنان مش كده، حنان هدى ابوك علينا شويه بالله عليك، خليه يهدي شويه كده. خش يا صاحبي، خش يا صاحبي على الشنطه التانيه كده بالصلاه على النبي. خش يا معلم، خش يا معلم وريح عشان الجو مريح. ودي يا عمنا، ودي يا صاحبي، ودي انتوا فلوسكم في مش عارف، فلوسكم تاخد بالك الصرافة مش هتاخدها، متفرتكة كلها. ودي يا ابن خالتي، اللهم صل على النبي علينا كده يابا. احنا يا باشا هنولع الدنيا في العيد بأمر الله. ودي يا معلم يا صاحبي، زي ما قلت لك يا اسطى، مقطع عادي، نلزقه عادي، كله شغال. بس ابعت انت بس بالصلاة على النبي. ده في ناس نفسها في ربع الفلوس دي، ربع، ان في ناس نفسها ورقة واحدة بس دولار، حتى هريح الكلام. ودي يا ابن خالتي بالصلاة على النبي كده يا رجالة، رزعونا بأحلى لايك كده يا جدعان. عايزين الفيديو ده يا جدعان يوصل ل50 لايك، والله العظيم مش قليلين عليكم يا جدعان. وصلى على النبي يا جدعان كده في قلبك كده يا باشا، وعيد سعيد عليكم يا جدعان كده، وكل سنة وانتم طيبين. وعايزين نوصل الفيديو ده 50 لايك يا رجالة، وكل راجل جدع يشترك معانا ويقدرني، عشان الجاي شديد على الكل.